بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مع درس جديد، الحركة الموجية. هنعمل نشاط يوضح يعني إيه حركة موجية. فهنجيب الأدوات: أنبوبة مجوفة طولها 30 سنتي، شمعة، عود بخور مشتعل، وشوكة رنان. الخطوات: ثبت الأنبوبة أفقيا، وضع أمام إحدى فوهاتها شمعة مشتعلة زي ما احنا شايفين، وأمام الفوهة الأخرى عود بخور، ونطرق شوكة رنانة بجواره. الملاحظة: هنلاحظ اهتزاز لها بالشمعة زي ما احنا شايفين يمينا ويسارا، لكن عود البخور الدخان بتاعه مش هيطلع من الناحية التانية. يبقى انا هلاحظ ان الشمعة بتهتز يمينا ويسارا، لكن البخور او الدخان بتاع البخور مش هيطلع في الجنب التاني من الفوهة. اذا التفسير: عند اهتزاز الشوكة الرنانة بتتولد طاقة صوتية بتنتقل عبر الأنبوبة من الشوكة الرنانة إلى لهب الشمعة في صورة أمواج صوتية، وأثناء انتقال الأمواج دي بما تحمله من طاقة بتهتز دقائق الوسط اللي هي جزيئات الوسط بتاع الهواء، يعني اللي هي جزيئات الهواء المختلط بالدخان في مواضعها دون أن تنتقل من مكان إلى آخر. يعني بتنتقل لأعلى والأسفل في نفس الموضع بتاعها، مش بتتحرك من مكان لمكان آخر. الحكاية دي بالظبط عاملة زي ما تيجي تنظف سجادة، بتيجي شايلها ورافعها لفوق ومنزلها لأسفل، فالتراب اللي عليها يصعد وينزل زي الرسمة اللي قدامنا دي. بص كده اهو، بيصعد وينزل يصعد وينزل، بس هل هو بيتحرك؟ لا، بيتحرك في مكانه. فهو نفس الفكرة، ان تم انتقال الطاقة عن طريق تحرك جزيئات الوسط في مواضعها في نفس مكانها. إذن الاستنتاج ينشأ عن اهتزاز دقائق الوسط أثناء انتقال الموجة حركة. الحركة ديت اسمها الحركة الموجية، والاتجاه بتاعها اسمه خط انتشار الموجة. اسمه خط انتشار الموجة. الموجة هي الاضطراب اللي بينتقل ويقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشار، دي الموجة. طب الحركة الموجية هي الحركة الدورية الناشئة عن اهتزاز دقائق الوسط في لحظة ما وباتجاه معين. خط انتشارها اللي هو خط انتشار الموجة هو الاتجاه اللي بتتقدم فيه الموجة. نيجي لأنواع الموجات، هنقسمها تقسيمين. أول تقسيم تبعا لاتجاه اهتزاز جزيئات الوسط، فهنلاقيها بتنقسم لحاجتين: لموجات مستعرضة وموجات طولية. ديت موجة مستعرضة اللي احنا شايفينها فوق، ودي موجة طولية اللي احنا شايفينها تحت. طيب ايه تعريفهم؟ الموجة المستعرضة هي الاضطراب الذي تهتز فيه جزيئات الوسط عموديا على خط انتشار الموجة او على اتجاه انتشار الموجة اهو، يبقى عموديا لأعلى والأسفل، هو ده خط انتشار الموجة. بينما في الموجة الطولية هو الاضطراب الذي تهتز فيه جزيئات الوسط على نفس خط انتشار الموجة، مش عموديا بقى في نفس الخط اهو، مش عموديا لأعلى والأسفل، لا، في نفس الخط. الموجة المستعرضة بتتكون من قمة وقاع، يبقى قمم وقيعان، بينما الموجة الطولية بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. طب هو يعني ايه القمة ويعني ايه القاع؟ قال لك القمة هي اعلى نقطة بالنسبة لموضع الاتزان في الموجة المستعرضة، يبقى اعلى نقطة موضع الاتزان اللي هو ده، اعلى نقطة اللي هي القمة. طب والقاع اقل نقطة بالنسبة لموضع الاتزان اللي هو ده او ده. ده قاع وده قاع، وده قمة وده قمة. طب التضاغط قال لك المنطقة التي ترتفع فيها كثافة وضغط الموجة الطولية، يعني منطقة زحمة اللي هي هنا دي اهي، دي التضاغط، والحتة اللي في النص تخلخل، يبقى اهو تضاغط اهو. طب والتخلخل قال لك التخلخل المنطقة التي تنخفض فيها كثافة وضغط الموجة الطولية، يعني منطقة واسعة عن بعضها اهو، ده تخلخل اهو. يبقى ده تضاغط وده تخلخل، ودي قمة ودي قاع. هنا انا بعمل الاهتزاز في الموجة المستعرضة الاعلى والاسفل، لكن في الموجة الطولية بيبقى الاهتزاز لليمين والى اليسار.
بعد كده ناخد تطبيق حياتي، حمامات العلاج الطبيعي اللي هي الجاكوزي. طبعا الجاكوزي ده بيوجد في معظم النوادي الرياضية الهامة او النوادي الرياضية الغالية يعني، بيبقى فيها حمامات علاج طبيعي اسمها جاكوزي. دي عبارة عن احواض بيتحرك فيها الماء على شكل امواج دائرية زي ما احنا شايفين هنا، صورة واضحة جدا. ده لقطة من فيلم دم الغزال، بس شلنا منها الجزء هي هتدخل يسرى دلوقتي، شلنا احنا يسرى عشان احتراما للناس اللي قدامنا. وده الاعلان اللي تحته ده بتاع عيش ملك اللي هو بتاع ادوارد، برضو داخل الجاكوزي، اللي هو ما تكلمش سوزي لما تبقى في الجاكوزي. فالجاكوزي ده عبارة عن احواض فيها المية بتتحرك بشكل دائري، لها وظيفتين. لو انت عندك تشنج عصبي، زهقان، عندك توتر عصبي، عندك مشكلة، فبتحط مية باردة. ولو تشنج عضلي، يعني زي لعيبة الكورة بتعمل مجهود عضلي كبير، بيحط لك مية دافية. يبقى الجاكوزي بيستخدم يا اما مية دافية يا اما مية باردة، باردة في حالة التشنجات العصبية، ودافية في حالة التشنجات العضلية. حتى الحكاية دي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها، انك انت لما تبقى متنرفز اتوضى، يعني تطفي النار، لان النار من الشيطان، او الشيطان خلق من النار، فلما بتتوضى بتهدى. هي نفس الفكرة كده، نفس الفكرة بتاعتها. طب نيجي لانواع الموجات، بس هنا المرة دي تبعا لقدرتها على الانتشار. فقال لك في نوعين من الموجات، موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. الموجات الميكانيكية محتاجة وسط مادي تنتقل خلاله، فلا يمكنها الانتشار في الفراغ. يعني ما تقدرش تمر في الفراغ، زي الفراغ اللي بعد الغلاف الجوي اللي موجود بعد الغلاف الجوي لحد الشمس، فيه فراغ مفيش هواء، يبقى مفيش وسط مادي، يبقى ده فراغ ما تقدرش تمشي خلاله الموجات الميكانيكية. لكن الموجات الكهرومغناطيسية لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، فيمكنها الانتشار في الفراغ. الموجات الكهرومغناطيسية دي تقدر تعدي في الفضاء الخارجي. الموجات الميكانيكية فيها نوعين، مستعرضة وطولية. الموجات الكهرومغناطيسية كلها مستعرضة. الموجات الميكانيكية السرعة بتاعتها قليلة. الموجات